من بداية الأزمة السورية الدولة التركية كان لها الدور الأكبر بتعميق الأزمة بسوريا بأكملها عن طريق فتح المعابر الحدودية والبوابات لتدفق آلاف المرتزقة ودعمهم بالسلاح والعتاد لتخريب سوريا بأكملها. طبعا هذا الأمر لم يقف عند هذا الحد، استمر. لاحظنا العدوان والهجوم على عفرين واحتلال عفرين الآمنة، لاحظنا احتلال رأس العين وتل أبيض. طبعا الاحتلال التركي زرع بآلاف الحجج لمواجهة لمهاجمة مناطقنا، مناطق شمال شرق سوريا، ولكن الحقيقة هي وراء هذه الهجمات هي ضرب الأمن والاستقرار بمناطق شمال شرق سوريا، أيضا محاولة القضاء على مشروع الإدارة الذاتية يلي تبنته مكونات المنطقة بأكملها، وخاصة بعد الانتصارات العظيمة أيضا اللي حققتها قوات سوريا الديمقراطية بالقضاء على داعش. هاي الأمور بالإضافة إلى الحلم الكبير بإعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية للوجود، طبعا الحلم من قبل حكومة أردوغان. هاي أسباب بمجملها وراء الهجمات في مناطقنا، مناطق شمال شرق سوريا. لاحظنا بعد احتلال هاي المناطق استمرت الهجمات على كامل الشريط الحدودي، وبالفترة الأخيرة أيضا كان هناك مواجهة مباشرة مع الدولة التركية عن طريق الطائرات المسيرة، عن طريق الطائرات الحربية. طبعا الطائرات المسيرة التي تقوم باستهداف الشخصيات العسكرية، الشخصيات المدنية، استهدفت المرأة، استهدفت شخصيات من الإدارة الذاتية بهدف أيضا القضاء أيضا على الإدارة الذاتية. مؤخرا لاحظنا شن الهجمات الشرسة المكثفة عن طريق الطيران المسير، الطيران الحربي على كامل الشريط الحدودي. أيضا تم استهداف المنشآت الحيوية، المنشآت النفطية، منشآت الغاز. طبعا استهداف هاي المنشآت المدنية له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي، على حياة المواطنين، على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين. لاحظنا أيضا استهداف السجون، استهداف أماكن تواجد داعش. الهدف أيضا من وراء هذه الهجمات هي إثارة الفوضى، وبالتالي محاولة لإعادة داعش وإنعاشها مجددا. طبعا بالنسبة إلى موقف الشعب من هذه الهجمات، الشعب في مناطق شمال شرق سوريا بات مدرك تماما لكافة المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة بأكملها، ضد جميع مكونات المنطقة وليس مكون واحد، وبالتالي أدرك أن الهدف هو احتلال المزيد من الأراضي وبسط السيطرة عليها، وبالتالي إعادة أمجاد الدولة العثمانية. الشعب بمجمله مدرك إلى أن المواجهة هي مع عدو غادر، عدو شرس، والموقف سيكون هو التكاتف والتلاحم بين جميع المكونات والوقف في وجه هذه الهجمات. هذه الهجمات وهذه الضربات هي تهجير السكان الآمنين، أيضا إثارة الرعب والهلع لدى نفوس المواطنين، وأيضا التأثير على معنويات الشعب عن طريق إثارة الفوضى. لكن الشعب طبعا مدرك تماما لهذه المخططات وهذه المؤامرات، والمواجهة من قبله ستكون عن طريق توحيد الصف، عن طريق التلاحم والتكاتف مع بعض كمكونات لشعوب المنطقة. والجميع أعلن قراره بالوقوف صفا واحدا في مواجهة أي عدوان يستهدف مناطق شمال شرق سوريا، لأنه يستهدف جميع مكونات المنطقة، والجميع سيقف يد بيد لمواجهة هذا الهجوم.